اول حاجه في تي في سوشيال، الحكمه. الحكمه بصراحه يعني في الفتره الاخيره عملت حاله جدل، وبصراحه عملت مباراه كبيره جدا حقيقي، يعني نالت الاعجاب للكل، يعني الجمهور وموقف جديد على النادي الاهلي وموقف جديد على الجمهور المصري. ممكن نكون بنتفرج على حكمات كتيره جدا بيبقوا موجودين مثلا في الدوريات الاوروبيه، بس دي حاله مختلفه شويه، حاله خاصه، خصوصا كمان ان هي مباراه مصريه، واحنا انتوا عارفين ما شاء الله احنا كمصريين يعني. يعني ما شاء الله الماتش خلص، الكوميكس نزلت عليها يعني خلاص، يعني حتى وقوف الشناوي معاها في صوره كده، انا للشناوي واقف معاه ما شاء الله، يعني ما شاء الله يعني طول الشناوي حاجه حاجه جميله يعني. الحاله، خلينا نتكلم ان فعلا حاله جديده، وبصراحه ادارتها للمباراه عملت مباراه كبيره جدا. يعني ما فيش اخطاء، وارد على فكره الاخطاء التحكيميه ده، يعني اهو ما شاء الله بص الشناوي حتى يعني الشناوي محرج يعني. الشناوي برضه الله اكبر، يعني ما شاء الله طويل يعني وهيبه كده. ف هي دي يعني، وفي صوره مع كهربا وهو بيضحك، وفي اكتر من كذا صوره بصراحه جوه الملعب. كهربا بص. كهربا خيره، كهربا في حاجه. والله المواقف دي الطبيعي، واحنا بنشوف حاجات واحنا بنتفرج على المباراة، الحاجات دي حالات حلوة، حالات ح- طيب حالات يعني صحية زي ما بيتقالوا، حالات جديدة على الكرة المصرية. ان المباراة النهارده في كلام كتير جدا، يعني صورة كهرباء، يعني الحاجات دي دايما يا جماعة بتبقى حاجات طريفة للكرة المصرية، وحاجات طريفة للمشاهد، وحاجات طريفة للجمهور. يمكن النهارده زي ما قلت لكم، الموضوع كان فيه حالة جدل كتيرة جدا، وكان في ناس بتشيد، وفي ناس ما بتشيدش، ودي الحالة اللي موجودة. يعني كهربا بيهزر، هتلاقي الأمور فعلا زي ما كابتن جمال قال، ان الناس متقبله، هو طبيعي اللعيبه هتتقبل يعني. يعني اللعيبه والجهاز الفني وحتى الجمهور هيتقبل، يعني ما انت بصراحه، يعني انت شايف الامور الامور جميله. يعني لو كهربا لو تخيلوا كده، لو كهربا حكم مثلا وهو بيتكلم معاه هتلاقيه مكشر. هتلاقوا التكشيره، وفي الدنيا الوش ده مكرمش. فده شيء طبيعي برضو. خلينا نتكلم ان يعني هي حاله جديده، وحاله جديده برضو على لعيبه النادي الاهلي، وحاله جديده لينا احنا كمتابعين، احنا ما بنشوفش الحاجات دي. وكابتن جمال قال ان بصراحه هي كان عندها ثقه في نفسها، عندها ثقه في اداره المباراه. يعني حتى الحكم اللي هي اللاينز مان او اللاينز وومن، في كوره اوف سايد رفعت في ثانيه، خلاص خدت قرار. ما هو ده التركيز، ما هو ده التركيز اللي يبقى موجود، وتركيز في المباراه، والاهتمام بالمباراه. ما ممكن على فكره كانت تنزل المباراه متوتره، خصوصا كمان رغم ان تواجد جماهير، بس بصراحه كانت مباراه ممتعه تحكيميا. حتى الاخطاء طبيعي ان يبقى في اخطاء، بس اخطاء قليله جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك لكل أهلاوي أصيل بيدينا لايك واشتراك وبارك الله فيكم. طبعا التحكيم عليه ألف علامة استفهام داخل مصر، لكن التحكيم على المستوى العالمي معظمه بيمتاز بالحيادية والكفاءة العالية. حتى على المستوى التحكيم النسائي ودخول الستات أو السيدات في مجال التحكيم، احنا شفنا مباراة امبارح كان تحكيمها رائع جدا جدا. الحكم عندها ثقة في نفسها، حتى المساعدين بتوعها كانوا عندهم ثقة في نفسهم. قراراتهم كانت سريعة وحاسمة، وكانت عادلة في معظم فترات المباراة. تقريبا ملناش تعليقات على قراراتها، سواء ضربة الجزاء اللي محسوبة لينا أو المحسوبة علينا. الحالتين كانوا ضربتين جزاء مفيهمش أي شك. فده الفرق بين التحكيم العادل والتحكيم الغير عادل، بغض النظر عن مين اللي بيحكم، ست، راجل، عيل كبير، شيخ، كهل، طفل. المهم العدالة، العدالة اللي لكل الفرق محتاجاها، العدالة من غير احتواء، العدالة فوق الجميع. ده اللي بنتمناه جميعا من كل التحكيم، سواء داخل مصر أو خارج مصر. فداخل مصر حدث ولا حرج عن الحسابات الشخصية وتصفية الحسابات، وحاجات كتيرة قوي بتحصل، كلنا بنبقى واخدين بالنا منها وعاملين من بينها لأن مفيش حاجة ملموسة في إيد كل واحد فينا. لكن التحكيم عندنا للأسف ما هواش بخير. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. قول لنا رأيك في التعليقات عن الفرق بين التحكيم المصري والتحكيم على المستوى الأوروبي. ادينا لايك واشتراك، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.